السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا حلو قوي قوي قوي. هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بإذن الله بطريقة حلوة قوي قوي. لو الفطير بينشف منك يبقى الفيديو ده ليكي. فطير كده مورق وجميل وطري زي العسل معايا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. قبل ما ندخل على الوصفة اتمنى تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد وتدوسوا لايك للفيديو. يلا بينا نشوف عملنا الفطير الجميل ده ازاي. اول حاجه هنزل بكوبايه ميه من الحنفيه، مش ميه سخنه ولا ميه ساقعه، من الحنفيه كده عادي. احطها كده في البوله وانزل عليها بمعلقه الا ربع كبيره ملح. طبعا الملح مش كتير ولا حاجه، لازم عجينه الفطير تكون حايقه معايا كده وملحها كده مظبوط. فكوبايه معلقه قصدي الا ربع. حلوه قوي قوي. على نص كيلو من الدقيق نزلت بنص كيلو من الدقيق بالشكل ده. وابتدي كده اعجن واحده واحده. طبعا الميه قليله فهنزل بالميه حبه كده، حبه قليلين بحبه قليلين كده لحد ما العجينه تتلم معايا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. نص كيلو الدقيق هيعمل معايا فطيرتين حجمهم حلو قوي قوي زي ما هتشوفوا معايا باذن الله. شايفين الميه اللي بنزل بيها كده حبه قليلين لحد ما العجينه اتلمت معايا بالشكل ده. طبعا النهارده هوريكم حيله كده مش هنتعب خالص في العجين، يعني هنعجنها كده تتعجن لوحدها بمعنى اصح. هنا خلاص بعد ما العجينه لمت بالشكل ده واتاكدت ان مفيش دقيق تاني، خلاص هنزل عليها كده بحبه ميه كده على وشها، وهسيبها زي 3 4 دقايق او 5 دقايق بالشكل ده. بعد 5 دقايق هتكون العجينه ربت عرق معايا ومش هتعب خالص في عجينها، بس كده هلمها بس مش اكتر وادخل الميه الزياده فيها وخلاص العجينه اتعجنت. الفطير معايا هنا يعتبر بدون عجن، يعني حاجه كده تحفه، انا ما تعبتش خالص في العجن، بس كده هلمها كده مش اكتر. طبعا اهم حاجه ان احنا ظبطنا العجين، ما دام ظبطنا العجين هناخد فطير زي العسل، فطير كده عالمي. اهم حاجه تكون الملح بتاعها مظبوط ومعجونه حلوه قوي مخدومه حلوه قوي زي ما قدام حضراتكم كده. فكده خلاص انا ضمنت ان هاخد فطير حلو قوي قوي. ده قوام العجينه، شايفين بتمط معايا ازاي؟ بصراحه تحفه. هو بيكون تخين شويه قوام الفطير كده، تخين مش سايل قوي. انا هفرد النهارده على دقيق، فكده رشيت رشه دقيق وقطعت نص الكيلو على فطيرتين وسويت كل جزء بالشكل ده. انا هعمله على فطيرتين، في ناس بتعمله على فطيره واحده، يعني براحتك خالص. انا الفطيرتين حجمهم حلو قوي قوي معايا. هسويهم كده وارش على سطح العجين كده رشه دقيق، وهغطي بالبوله اللي انا عجنت بيها واسيبهم يرتاحوا زي ربع ساعه او تلت ساعه عشان يتفردوا معايا بمنتهى السهوله. نيجي بقى نحضر اللي هنورق بيه السمنة او الزبدة، الحاجة الموجودة عندك. جبت ب20 جنيه زبدة على حبة زيت صغيرين بالشكل قدام حضراتكم ده، وابتدي كده اسيحهم على النار، ما اخليهمش يغلوا، اسيحهم بس. ممكن تفردي باي نوع سمنة، اي نوع سمنة ينفع، انا بعمله بالسمنة بيطلع جميل جدا جدا. نيجي بقى للفطير. زي ما قلت لكم انا هفرده على دقيق، فجبت رشه دقيق محترمه فوق وتحت بالشكل ده، وهفرد بالنشابه. هنا معايا النشابه، ودي عصايه مقشه كده انا مصنفراها بورق الصنفره ده، يعني ده او ده ينفع. اتصرفي لو مش موجود عندك النشابه بعصايه المقشه كده تنفع. هبدا افردها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده بالطول وبالعرض. بعد كده هاخدها كده قدامي واتني على طرف النشابه. شايفين انا ايدي خفيفه قوي ازاي بفرد ازاي؟ ما اضغطش خالص على العجين علشان ما يلزقش في بعضه، وافرد من على الجوانب مش من النص، بخفيه كده زي ما شايفين قدام حضراتكم. وباخد طرف العجينه كده بس تلقاها كده على ايدي، بتلقاها كده على ايدي. ولو حسيت ان العجينه الفطيره هي بتتفرد راح تلزق مني ولا حاجه، بديها كده رشه دقيق خفيفه من على الجوانب بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. شايفين العجينه بتتفرد معايا بمنتهى السهوله، العجينه مرتاحه صح والعجينه مظبوطه جدا جدا. هنا حسيتها هتلزق معايا فرشت لها رشه دقيق بالشكل ده. طبعا مش بياخد وقت خالص خالص، انا مش بحمل خالص. انا وبفرد كده هي بتتفرد معايا بمنتهى السهوله، بحرك بس ايديا كده بخفه مش اكتر. شايفين الفطيره بسم الله ما شاء الله اتفردت ازاي، مرتاحه ومظبوطه جدا جدا. زي ما قلت لكم هردها رشه دقيق كده خفيفه علشان ما تلزقش معايا، وباخد طرف العجينه كده اسلقاها كده بايدي من على النشابه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وهنا خلاص بعد ما فردتها بالنشابه كويس جدا جدا، ابتدي كده اوسعها بايدي، افردها كده وارققها كده بايدي، اشدها كده من على الجوانب كويس علشان تبقى رقيقه معايا. كده خلاص انا مليت سطح الحاجه اللي بفرد عليها.
بس كده هنفض الدقيق من على وشها كده، اجيب فرشه كده وانفض الدقيق ده بيشرب الماده الدهنيه، فهتطلع مش حلوه خالص معايا لو في دقيق كتير. فانا كده بنفضه كده كويس. وده شكل الزبده والزيت، انا سيحتهم بس مش غليتهم، سيحتهم بس. هجيب كده طبقه كده من السمنه، انا سيحتهم بقى من الزبده قصدي، سيحتهم علشان ما اخدش كده طبقه تخينه قوي قوي من الماده الدهنيه، وابتدي كده افرد الزبده فوق سطح العجينه بالشكل ده. طبعا اقل كميه بتنفع جدا جدا. طبعا الفطير ده خفيف جدا جدا، مش بيعمل حموضه كده في المعده ولا اي حاجه. احنا حاطين له ماده دهنيه مش كتيره قوي، مش كتيره خالص. بعد كده هجيب طرف العجينه نصها كده اتنيه على النص اللي فيه سمنه بالشكل ده او زبده، واثناء ما انا بتنيه كده بشده كده كويس عشان يفرد معايا، يبقى مورق وجميل ورقيق مش تخين. وكمان هحطي طبق زبده تاني، وابتدي كده اتني الاطراف، واثناء ما بتني انا بفرد معايا. طبعا الحته اللي مش عليها زبده اللي بتنيها دي انا هحط فيها زبده يعني بالشكل ده، وابتدي اتني العجينه زي ما قدام حضراتكم كده بالظبط، علشان تطلع معايا مورقه وجميله جدا جدا. انا بفردها كده بشدها كده واروح تانياها كده على بعضها. بس كده هلمها كده على بعضها وخلاص، خلصت اول فطيره معايا بالشكل ده. شايفين السهوله؟ والله ما في اسهل من كده. هنا هسيبها ترتاح كده على بال ما اجهز لها الصينيه اللي هخبزها فيها، وابتدي افرد الفطيره التانية زي ما قلنا على رش دقيق من فوق ومن تحت كده. الدور ده هفردها معاكم بعصايه المقشه. طبعا بتتفرد بمنتهى السهوله، العجينه مرتاحه وجميله جدا جدا، مش هتفرق نشابه او عصايه مقشه. تبقى بس الخطوات والحاجات الصغيره اللي قلت لكم عليها، وان شاء الله باذن الله هتطلعي فطير عالمي من ايديكي. اهم حاجه تكون ايديكي خفيفه جدا جدا انت وبتفردي العجينه، ما تضغطيش كده عشان ما تلزقش منك في النشابه كده وما تعرفيش تفرديها. طبعا شايفين الفرد بيفرد بمنتهى السهوله بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. اهم حاجه تتلقي العجينه طرف الفطيره كده بالشكل اللي قدام حضراتكم ده على طرف ايدك عشان تتنيها تاني على النشابه لحد ما تتفرد معاكي وتبقى جميله جدا جدا. طبعا الطريقه التانية انك مش تفرديه بالنشابه، انك تجيبي الزيت وتفرديه بالزيت كده، الطريقه دي بتبقى تقيله جدا جدا على المعده يعني. فالطريقه دي اخف ب100 مره على المعده. جربوه باذن الله هيعجبكم. هنا خلاص دي اخر فرده معايا، جبت اخر الحاجه اللي بفرد عليها، ابتدي كده اشدها بايديا علشان تبقى رقيقه معايا، تبقى رقيقه معايا ومرقه جدا جدا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بمنتهى السهوله بتتفرد معايا زي العسل، مرتاحه وجميله جدا جدا ومطاطيه وزي الفل. ابتدي كده انفضها من الدقيق، عشان الدقيق ده زي ما قلت لكم بيشرب الماده الدهنيه، فمش بيخليها حلوه معايا، بينشفها معايا يعني بيخليها ناشفه. بعد كده هحط طبقه خفيفه جدا جدا من الزبده على زيت او السمنه، زي ما قلت لكم اي نوع سمنه ينفع، بس الزيت بس وحديه مش هينفع، هيخلي العجينه كده سايحه مش هتنفع خالص. وبتيجي كده اوزعها كويس بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. اهم حاجه اوزع الزبده كويس جدا جدا. بعد كده ابتدي اقفلها، دي طريقه تقفيل تانية غير الاولانيه احنا دهنا نص العجينه على بعضها، دي بتني الاطراف والحروف كده على بعضها. الطريقه اللي تريحك اشتغلي بيها. اي حته عجين زي ما قلت لكم كده احط فوقيها حبه زبده، اوزعها كده كويس. انا مش بحط زبده كتير ولا حاجه، اتنيها كده على بعضها بالشكل ده علشان تبقى مورقه معايا وجميله جدا جدا باذن الله. هنا ما حطيتش زبده على الطرف ده عشان الطرف التاني كان فيه زبده اوريدي، يعني كان فيه زبده. اوزع كده كويس جدا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده لحد ما اقفلها معايا تبقى جميله. اثناء ما انا بوزع الزبده كده الاطراف دي انا بشدها على بعضها عشان تبقى معايا مورقه والطبقه رقيقه جدا جدا مش تخينه معايا. بس كده ابتدي اقفل بالشكل اللي قدامكم ده. شايفين الهواء؟ انا بخرجه من الطرف، مش عايزه اقطعها ولا حاجه، بخرج الهواء بس مش اكتر. المها كده على بعضها واجيب الصواني اللي هخبز فيها. هنا الصواني او التصال اللي هخبز فيها دهنتها كده، مسحتها مسحه زبده خفيفه بالشكل ده، واحط العجينه على وشها. هخلي سطح الاملس ده من فوق،
واسيبها كده دقيقه بس تريح معايا في الصينيه، وابتدي كده افردها بايدي. لو لقيتها بتشد منك، لو بتشد يعني معاكي كده، اركنيها على جنب واشتغلي في اختها لحد ما تريح معاكي وتمشي. زي السكينه في الحلاوه زي ما بيقولوا كده. افردها كده كويس السمك اللي يعجبك. بتحب الفطير تخين، خليها تخينه. بتحبيه رقيق، خليها رقيقه. انا فردت واحده رقيقه وواحده تخينه سنه. عندي جوزي بيحب الفطير بيكون رقيق كده، مش بيحبه تخين خالص. فطرت وفردت واحده كده تخينه شويه علشان العيال. طبعا الفطيره مرتاحه وجميله جدا، فبتتفرد معايا بمنتهى السهوله، مش بتغلبني في الفرد ولا حاجه. اهم حاجه تريحيها. وهنا خلاص خلصت اول فطيره بالشكل ده. ارجع بقى للتانية. كانت ارتاحت معايا وبقت تحفه واتفردت معايا بمنتهى السهوله. هنا الطاسه دي اصغر من الطاسه دي، طلعت معايا الفطيره تخينه يعني سنه، يعني سمكها حلو معايا. ليها لبابه كده حلوه من جوه، وطريه جدا جدا. اهم حاجه تخبزيها في فرن يكون ساخن جدا جدا جدا. اهم حاجه الفرن يكون سخن جدا عشان ما تنشفش معاكي. لو الفرن معاكي مش سخن هيطلع الفطير ناشف ومش حلو خالص. اهم حاجه يكون الفرن سخن. بعد ما سخنته حلو قوي قوي، هديه كده من تحت واشغل الشوايه على عالي. لو الشوايه عندك مش بيشتغل مع الفرن، بعد ما ياخد لون كده من تحت شغل الشوايه وخليه ياخد لون، بس ما يطولش خالص معاكي في الفرن علشان ما ينشفش معاكي خالص. اهم حاجه زي ما قلنا الفرن تكون سخنه جدا جدا. وده شكله بعد ما خرج من الفرن، شكله جميل جدا جدا وتحفه وزي العسل. شايفين شكله جميل قوي ازاي؟ تحفه ما شاء الله. ومرق ومرق وجميل جدا جدا. بس هو لسه سخن جدا جدا جدا. انا ماسكه معاكم كده قطعه بالعافيه. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا لي لايك للفيديو. دمتم سالمين ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.